ازيكم؟ اهلا بكم في الجزء الثاني من فيديو فيلم ابراهيم الابيض. وليه بنقول على ابراهيم الابيض انه ملحمه في حين ان احنا بنوصف نفس نوع الافلام بالبلطجه؟ لو ما كنتش شفت الجزء الاول هسيبه لك في الوصف، يا ريت تروح تشوفه. ويلا بينا نكمل الجزء الثاني. هنا لازم نقف ونسال السؤال الصعب ده: ليه بنوصف ابراهيم الابيض بكلمات زي ملحمه او تراجيديا؟ او ولما بنتكلم على أفلام تانية ظهرت مثلًا زي الألماني، عبده موتة، يعني كل الأفلام دي بنقول عليها إفسادا للذوق العام وبتمجيد للبلطجة، في حين إن الاتنين قدّموا نفس الشيء، يعني أو خلينا نقولوا ظاهريًا الاتنين قدّموا نفس الشيء، البلطجة وسلاح وعنف. يمكن الإجابة بالنسبة لي أنا إنه وجود العنف نفسه يعني لا يعني أبدًا إنه الشيء ده يتوصف، يعني مش عارف أقولها إزاي، ولكن طريقة التقديم للعنف أعتقد هو ده ال يعني اللي بيوصم فيلم كونه ملحمة أو كونه يعني فيلم بلطجة أو إفساد للذوق العام. يعني خلّينا مثلًا ناخد الحاجات دي مثلًا نقطة، نقطة. يعني أنا بالنسبة لي الرؤية البصرية، التصوير بمعنى أصح. مروان حامد ما صوّرش خناقات في الشارع عادية كده وناس بتضرب وناس. أنت بُص على الكاميرا، أنت بُص على زوايا الكاميرا، أنت بُص حتى توزيع الإضاءة، حتى حركة الناس اللي هي المجاميع أو في يعني لأ، أنت بصريًا أنت أُبهرت. أنت مش شايف فيلم low budget كده وتحس إن هو إيه، يعني باين هو إن هو عاوز يقدّم لك الشخصية اللي هي بتاعة البلطجي اللي هو مش عارف بيكون إيه وبينتصر ومش عارف. لأ، أنت بتشوف إبهار بصري، يعني إبهار بصري منقطع النظير. يمكن أنا مش عارف، أنا كل ما أشوف فيلم إبراهيم الأبيض أنا باقعد أركّز في كل frame حقيقةً، لإنه باستمتع بصريًا الأول. الحاجة التانية إن ما كانش في منتصر في الفيلم، ودي النقطة يمكن الأهم بالنسبة لي، لإنه الفيلم ما بيكافئش البلطجي ولا بيطلّع بطل شعبي مكسّر الدنيا ولا عامل أغنية ضربت لأ، لو ركّزت في النهاية هتشوف الله، هو إبراهيم ده مش بلطجي أو خلّينا نقول عنيف، طب ما هو خسر حياته. عشري كذلك الأمر خسر ودفع التمن. حتى زرزور اكتشف إن الخوف اللي زرعه في الناس ما حماهوش من إنه هو يبقى يعني يدفع التمن. يا جماعة شوفوا الفيلم وشوفوا آخر المشهد اللي بعد ما يقتل فيه حورية. شوفوا يا جماعة تعابير وِش بعيدًا عن أداء محمود عبد العزيز العظيم في الفيلم أو في المشهد ده تحديدًا، لكن بُص على تعابير وجه عبد الملك زرزور. يعني بُص على تعابير وشه، إحساس الخوف إن هو يعني وصلت إن هو بيبكي، لإن دي حورية اللي قتلها، اللي هو أصلًا لمّا كانت تغيب عنه في الفيلم كان بيرجع عجوز ومش قادر يتحرك ومكتئب ومش عارف إيه، ولكن لمّا تظهر تاني أو تيجي له تاني بتحس إنه هو رجع شباب تاني. فتخيل هو خلاص خسرها للأبد، يعني معناها هيعيش داخل فكرة إنه عجوز وإنه تعبان وإنه مكتئب. يعني تخيّل، يعني إحنا بنتكلّم عن رأس الميزان أو رمانة الميزان، هو خسر دفع التمن. إذًا الفيلم ما كافأش عبد الملك زرزور على إنه يعني كان بكل هذا العنف أو الكلام ده كلّه. حورية كمان يمكن هي كانت ال ال يعني ملتقى كل هذه الخطوط وملتقى كل هذه التفرُّعات، ولكن حورية برضه دفعت التمن. الفيلم ما كافأش حد، الفيلم ما أظهرش حد إنه بطل. فالفيلم أعتقد بيقول كده للمشاهد طول الوقت إن العنف ده بياكل صاحبه، العنف ده بينهي صاحبه. فدي مش قصة صعود بلطجي، دي قصة سقوط مجموعة من البشر أو مجموعة من الناس اللي هم باتخذني كصديق، باتخذين العنف يعني كهو الأداة أو الشيء اللي هو هيخلّيهم يعني يعيشوا كويس أو يثبتوا نفسهم أو حتى يحميهم. ولو أنت وصلت لحد هنا في الفيديو شكرًا جزيلًا، وخلّيني أستغل الفرصة دي وأطلب منك تعمل لنا subscribe ولايك وتنزل كمان في الcomments تقول لي رأيك، وخلّينا نكمل. وده برضه ياخدنا يعني الفصل الرابع في الفيديو بتاعنا النهارده، وهو سر بقاء فيلم زي إبراهيم الأبيض بكل هذا هذه السلبيات اللي إحنا قلناها أو خلّينا نقول اللي الناس شافتها فيه، في حين إن أفلام تانية اندثرت اتبعت نفس الشيء ده واتبعت نفس اللور ده واتبعت نفس اللي بيسموه الخط اللي هو بتاع العنف والكلام ده كله والدنيا دي. يعني صراحة يعني مثلًا تعالَ يعني مين دلوقتي بيعمل rewatch أو بيرجع يشوف فيلم إبراهيم الأبيض، عفوًا فيلم الألماني، مين بيرجع بيشوف فيلم قلب الأسد، مين يرجع
بيشوف فيلم عبده موتة، يعني أنت ممكن تسمع الأغنية بتاعته لكن مستحيل ترجع تشوف الفيلم تاني. فمع مرور السنين بدأت الصورة تتغيّر، الناس رجعت تتفرّج واكتشفت تفاصيل ما كانتش واضحة، أو مش ما كانتش واضحة، ولكن اكتشفت إنه لأ، اللي كان بيتقدّم في إبراهيم الأبيض خلّينا نقول مأساة، مش مجرّد فيلم عنف وخلاص أو فيلم بلطجي. زائد كمان يا جماعة الموسيقى التصويرية، يا الله، يا الله! يعني موسيقى هشام نزيه دي عبقرية والله العظيم. يعني أنا أتخيّل أنا الفيلم بيخلص ففي دقيقة تقريبًا حوالي يعني أكم من دقيقة كده بعد الفيلم ما بيخلص بينزل فيها التتر كده وتتر النهاية والأسماء، أنا بافضل بعد ما يخلص الفيلم بافضل مشغّل الفيلم عشان أسمع الموسيقى بتاعة هشام نزيه. الديكور كمان، يعني أنا باشوف مش يعني هو الديكور كان في منطقة حقيقية، ولكن يمكن زوايا التصوير مش عارف، هو يعني أهم حاجة إن الصورة يعني عبقرية بأمانة يعني. حتى عباس أبو الحسن قدّم في فيلم إبراهيم الأبيض في السيناريو شيء يعني رهيب جدًا، 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 وفي منها حتى تحوّل دلوقتي لإفيهات أو memes بتطلع. فده أنا من وجهة نظري ده واحد من أهم أسرار بقاء إبراهيم الأبيض، الموسيقى والصورة والحوار برضه كان جميل جدًا. طبعًا لسه في انتقادات لبعض الفجوات في السيناريو والإفراط في الدم والكلام ده كله، تمام، إحنا يعني متفقين على ده، أو خلّينا نقول يعني متفهمين لده. بس فالأفلام اللي بتموت هي الأفلام اللي قُلنا يعني إنها بتشتغل بس على فكرة يعني إيه، تتعمل النهارده وتتنسي بُكرة، أهم حاجة يجمع فلوس. لكن الأفلام اللي بتعيش هي اللي بتفضل دي، اللي بتقدّم ملحمة. فنجاح إبراهيم الأبيض مش بس يعني نجاحه الحقيقي مش بس إيرادات، لكن صراحة إنه يجبر الناس لحد الآن إنها تتكلّم عنه، وإحنا بنتكلّم في 2026 دلوقتي، إحنا بنتكلّم من فيلم من 2009 بنتكلّم عنه في 2026. فده أعتقد إنه نوعًا ما نجاح يُحترم لكل الأدوات اللي في الفيلم، مش لأحمد السقا كبطل، مش للتصوير، مش للسيناريو، مش للموسيقى، مش للقصة. كل الأدوات خلّت إبراهيم الأبيض فيلم يستحق إنه يتقال عنه بين قوسين من وجهة نظري أكيد ملحمة، وباقي الأفلام اللي إحنا ذكرناها وحطّيناها في مقارنة معاه إنها عبارة عن أفلام عنف وبلطجة لا أكثر. يعني في النهاية يعني خلّينا نقول إنه هل فعلًا في فرق بين إبراهيم الأبيض والأفلام البلطجية التانية مثلًا؟ أنا طبعًا رأيي واضح في الفيديو. لكن خلّينا أسألك، هل في فرق فعلًا؟ يعني وهل إحنا بندّي الأفلام القديمة يعني أكبر من حجمها بسبب مثلًا النوستالجيا مثلًا؟ فاهم قصدي والّا لأ، والّا فعلًا فيلم إبراهيم الأبيض هو فيلم يعني عظيم خلّينا نحطه بين قوسين؟ فيا ريت تنزل في الكومنتات تكتب لي رأيك. أنا متأكد إن النقاش عن إبراهيم الأبيض هيكون نقاش ممتع جدًا، جدًا، جدًا. وفي النهاية يعني لو عجبك المحتوى ما تنساش تحط لنا لايك، تعمل لنا سبسكرايب، ودي channel ما، وأنا أبو العوارف، سلام.